السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهارده هنعمل رول الفراخ، حاجه كده يعني بتتكلم عن نفسها، تشرفك في العزومات وتعمليها. هتبقى حلوه قوي وهترمي معاكي كميه كبيره. وكل اللي احنا عاملينه ده بصدر فرخه وخمس قناصات بس من بتوع الفراخ. هقولك تعمليها ازاي اقتصاديه الى حد ما. صدر فرخه واحد وان شاء الله هيعمل معانا الكمية الحلوة دي، تأكل طبعا أسرة من 5 أفراد. بتتقطع شرايح كده زي ما انتوا شايفينها، وشكلها مغري جدا وشكلها جميل. و إلى حد ما يعني مش مكلفة وتكلفتها على قد الإيد، وحلوة أوي إن شاء الله وهتعجبكم تعملوها. معانا كده قنص، يعني 5 قنصات كده من بتوع الفراخ مفرومين فرم كويس جدا. يعني فرم يكون ناعم، الكب مفرمتش انعم حاجة، بس لازم الفرم يكون ناعم قوي. وهنزل عليهم ببصلتين كبار، بصل احمر عادي او بصل ابيض على حسب اللي انتوا بتستخدموه. وهبدأ بقى ان انا اشغل كده ال الخلاط بتاعي كويس. معايا البهارات بقى: ملح وبابريكا، فلفل اسود، رشة كبابة صيني، معلقة كزبرة، رشة قرفة، رشة من بهارات الفراخ. كل ده بنفس المعالق اللي انا بقلب بيها، اللي هي المعلقة الصغيرة اللي خالص دي، علشان طبعا كتر البهارات في الاكل مش بتكون الطف حاجة. وطبعا تقدري تعملي الخليط ده يكون احسن، يعني تعملي الخليط ده كده على بعضه وتاخديه تحميصة على النار من غير اي زيت ومن غير اي حاجة، في طاسة تكون تيفال سميكة شوية، وتبدأي ان الروايح بتاعة البهارات بتاعتك تطلع وتشم ريحتها كده، ريحتها حلو. تبدأي ان انت تضيفي على الوصفة بتاعتك. عملتهم ليه كده على بعض علشان اما اتبل الرول بتاع الفراخ والبتاع القنص على البصل يكونوا الاتنين واخدين نفس التتبيلة، واخدين نفس الطعم من بعض. اللي انا فرماه ده صدر واحد، يعني مش نص فرخة، ده ربع فرخة صدر. شايلة منه، نازعة منه طبعا الجلد والحاجات اللي هي بتكون بيضة، واللي هي الحاجات اللي بتكون يعني اللي هي يعني بتكون الحاجات اللي مش حلوة اللي احنا بنستبعدها من الفراخ دي، بنشيلها طبعا. وبناخد الصدر بس اللي هو اللحمة بس بتاع الفراخ طبعا. وده باين قدامكم لان هي يعني الفراخ لحمة بس. وزي ما انتم شايفين اللحمة عاملة ازاي، مفرومة كويس جدا. وطبعا فرم الفراخ بيكون اسهل حاجة في الحياة يعني، ما بياخدش وقت خالص. هبدأ بقى ان انا طبعا الفراخ كانت الاول بيضة كده وحلوة، لما البهارات اتحطت عليها خدت اللون اللي هو ايه يعني على قافل شوية. ده طبعا نتيجة البهارات. هقلبها بقى كده كويس جدا، مش هضيف على الفراخ اي حاجة خالص خالص علشان تربط معانا وتدينا الشكل او القوام اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده اقلبها كده كويس مع بعضها. ولما اتقلبت بقى كده تمام وزي الفل، هبدأ ان انا اشيلها على جنب. وهجيب معانا كيس تلاجة نضيف، طبعا انا فرداه يعني قطعاه كده بالمقص، او في اكياس يعني بتيجي اللي هي مفتوحة جاهزة. ولكن انا بحب اجيب الاكياس المقفولة، ولو انا محتاجة حاجة افتحها بفتحها بيكون افضل يعني واسهل عليا. هبدأ بقى ان انا كده افرد بالمعلقة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين بقى هبدأ ان انا افرد المعلقة، طبعا مغلباني شوية. هعمل كالتالي: هجيب شوية زيت كده في طبق صغيرين وابل المعلقة زيت، وهتفرد معايا الفراخ سهل خالص. طبعا انت في البيت بقى مش هتتعاملي حتى بمعلقة ولا حاجة، بايدك كده على طول. وهتبدأي انك تفردي قطعة الفراخ بتاعتك على شكل مربع كبير، علشان لما نيجي نلفه يدينا الشكل متناسق او شكل حلو. زي ما انتوا شايفين وهو ده اللي حصل معايا برضو. شلت المعلقة برضو، وبدأت ان انا ايه صدور الفراخ بتاعتي او صدر الفرخة بتاعي اللي انا فرمته. حطيت بقى البصل على القنصة بتاع الفراخ او القنص بتاعتي، وهبدأ ان انا احط عليها باقي التوابل او باقي البهارات اللي انا خلطتها معاكم وتبلت بيها صدر الفرخة بتاعي. سهلة على فكرة يا جماعة جدا وبسيطة. تبان ان هي يعني معقدة شوية، انت بتفردي على حاجة وترجعي تحطي وتلفي رول، بس هي صراحة يعني اسهل منها مفيش، وبترمي معاكي كمية يعني مش معقولة. دي اصلا من الميزة بتاعتها ان هي ما شاء الله حلوة كده. ولما بتستوي زي ما انت شفتها في اول الفيديو بتتقطع وهنعمل لها خليط دهن بقى ايه هيخليها في حتة تانية خالص، وهيخلي لونها جميل كده زي ما انت شفتوه. يعني بجد بجد حلوة. تقدروا تحطوا زي اللانشون تحطوا فيها حبوب فلفل اسمر مجروشة، بتكون ريحتها نفاذة اكتر وريحتها حلوة اكتر عن الفلفل اللي بيكون يعني ايه عندنا بقاله فترة. لان طبعا احنا في الشتاء والتوابل يعني مش بتكون الطف حاجة.
لازم تتحمص شوية عشان الريحة الحلوة اللي فيها تطلع وكده، فتقدروا تحطوا فيها فلفل أسمر مجروش، وتقدروا تحطوا على الفراخ تقدروا تحطوا عليها طبقة القُنص، ومن طبقة القُنص تقدروا تحطوا جوه زيتون ولانشون، أو اللي هو اللانشون أو تركي مدخن اللي هي الفراخ المدخنة، أو تحطوا فيها أي حشوة من جوه انتوا عايزينها تقدروا تحطوها، تقدروا تحطوا فيها ميكس جبن برضه تديكي مطة من النص كده وهتقلب لك الوصفة في حتة تانية خالص. فالحاجات اللي جوه دي تقدري يعني تلعبي فيها براحتك وتحطي اللي متوفر عندك تقدري تحطيه، ولكن أنا بعمل معاكم أسهل حاجة. أول حاجة يعني اللي لو اتعملت لوحدها مش هتقولك، معانا صدر فرخة ومعانا بصل والقنص بتاع الفراخ، على ما أعتقد لو انت عملتيها كده جنب شوية مكرونة أو عملتيها يعني كمقبلات جنب أكل أو يعني جنب عزومة، فهي مش وحشة خالص، يعني هي كده وجبة كاملة متكاملة حلوة قوي ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا الزق الطبقتين كده في بعض، بس مش يعني يبان ان انا بضغط قوي وكأني ببطط عجين او حاجة، بس هي لا، هي صراحة يعني هي اسهل من السهولة. ان انا لو ضغطت عليها قوي هي طبعا المكونين او الطبقتين هيدخلوا في بعض قوي ومش هتدينا الشكل اللي احنا شفناه في اول الفيديو، او ان كل طبقة كده مستقلة بنفسها مش لازقة في التانية خالص. تمام. طبعا البصل الاحمر اللي باين كده وهعدل كده الطبقة التانية، وكل ده على كيس التلاجة اللي مدهون زيت، والكيس طبعا اللي انا فردت عليه القنص مدهون زيت. وزي ما انتوا شفتوني قلبتها، يعني حطيت ظبطت طرف الكيس على الكيس وقلبتها، ورجعت سويت تاني بالمعلقة. يعني سهل خالص يا جماعة، مش متعبة ومش هتكلفكم ولا هتاخد منكم اي وقت ولا مجهود. وزي ما قلت برضو موفرة يا مروة ازاي، وهي مثلا فيها صدر فرخة وهي فيها قنص، بترمي معاكي ما شاء الله كمية كبيرة وبتتقطع لشرايح رقيقة كده زي ما انتوا شايفين، تبقى معاكي حلوة قوي. إيه طبعا تقدري تعتمدي الوصفة في عزومات كمقبلات، هيكون برضو نوع حلو على السفرة انت مقطعاه، وبرضو جنب الحاجات اللي انت عاملاها. فالحاجات دي كلها طبعا زي ما احنا متعودين او زي ما احنا عارفين لما بيكون في عزومة او حاجة بيكون فيها اكتر من نوع او اكتر من صنف، ده طبعا ما بقللش ابدا يعني من قيمة العزومة. وحتى هو لو قليل، يعني انت لو عاملة مثلا حاجة زي كده وعاملة كذا صنف وكل حاجة كده محدودة الكمية، بتكون أفضل بكتير من إنك تعملي مثلا حاجة واحدة وتكون كميتها كبيرة. تمام. فهي حلوة قوي وسهلة. لفيتها بقى في كيس التلاجة، ومش هقول لكم ده انا هريحها في التلاجة شوية عشان تمسك، ومش هقول لكم كل الكلام ده، لا طبعا كل ده انا شغالاه وانا معاكم. معايا بكرة استرتش كده هفتحها وهاخد منها بقى ايه، يعني هفردها كده على البار علشان ابدا ان انا اغلف الفراخ بتاعتي. هبدا بقى ان انا كده افرد الاسترتش بتاعي علشان ابدا ان انا احط باقي ال- الكميه بتاعتي. بعد ما لفيتها بقى كده وهبدا ان انا احط الايه، يعني هسحب الكيس بالراحه من تحت الرول بتاع الفراخ، وهبدا بقى ان انا ايه، ان انا يعني ايه اظبطها، وابدا ان انا احطها كويس تبان ان هي ايه، يعني هتحس ان هي ممكن يحصل حاجه او هتتكسر منك او كده. لا بس هي بتكون ماسكه في بعضها كويس جدا، ما تقلقيش ان شاء الله مش هيحصل لها اي حاجه، وهتكون برضو لطيفة جدا. وطبعا الاسترتش هيحكمها، واحنا مع ضغطة الأطراف وكل ده أنا هقولك ازاي تعمليها يعني تتظبط حلو كده، أو يعني ايه تبقى واخدة رول شكل اللانشون حلو. طبعا ان شاء الله هقولكوا كل ده مع بعض، بس اما نحاول الأول ايه نظبط الاسترتش كده ونلفها كويس جدا. يبقوا قطعوا الاسترتش الأول من البقرة نفسها، وبعد ما تقطعوه منها تبدأوا انك ايه يعني ايه تحطوه. طبعا في حتة يعني في قنص مفرومة كده وقعت، فانا شلتها عادي لان الرخامة بتاعتي نضيفة. وبعد ما اخلص الفراخ وكل الكلام ده لازم البار بتاعي يتغسل كويس جدا بشوية طبعا سائل اللي هو المواعين، يعني اللي هو الصابون السائل، او وكمان معاهم معلقة كبيرة من الخل، يعني شوية صابون كده صغيرين مع يعني مع شوية مية ومعلقتين خل، طبعا على الخل ليه علشان التعقيم عشان الفراخ. لان طبعا خطر جدا الاولاد لما بيكون في ايدهم حاجة او انت في ايدك اي حاجة طبعا للاكل، وبتكون محطوطة على البار مباشرة كده على البار مع مكان الفراخ، ده طبعا غلط ومضر جدا. ف شوية المعلقة الخل بقى مع شوية الصابون كده هيعقموا الرخامة وهيخلوها تمام وزي الفل. الربطة اللي انا بقول لكم عليها هبدأ بقى ان انا ازنق كده بايدي او اعمل الشكل اللي هو بتاع اللانشون. انا بس بعمل كل حاجة قدامكم علشان تكون كل حاجة باينة و...
تكون مظبوطة. العقدة اللي أنا عملتها تبان في فراغ بينها كده وبين زي ما انتم شايفين كده زي ما أنا باعمل، فهابدأ أربطها تاني عقدة علشان أحس إن هي يعني واخدة شكل في اللحمة، يعني العقدة اللي أنا عاملاها دي خدت شكل في اللحمة زي اللانشون كده، زي ما انتم شايفين كده ضبطت وبقت تمام وزي الفل. هاجيب حتة استرتش تانية وأبدأ إن أنا أحطها. عملت ليه؟ طبعًا عشان الاسترتش مش مكفي إن يتحط فيه إن يقضّي يعني من الطرفين وكده، تقدري تعمليها أنا عاملاها بالطول، تقدري تعمليها بالعرض، تمام؟ ولكن أنا عملتها بالطول علشان أضمن قدر الإمكان إن يكون اللحمة بتاعتي أو الفراخ الرول يعني مضبوط كويس جدًا ومتغلف ومغلف الفراخ كلها، وقُلت مش مشكلة بقى إن أنا إيه، أعمل كده من الطرفين حتتين كده من النُص علشان أبدأ إن أنا أربط برضه وأربط وأنا مرتاحة، تمام؟ زي ما انتم شايفين ضبطت بقى انا ربطت التانية هحط نصها كده علشان طبعا انا سايبه الفراغ اللي انتوا شايفينه ده علشان اعرف اربط كويس الفراخ بتاعتي. سهلة جدا وبسيطة ومفيش فيها يعني اي تعقيدات، وانا عملت كل حاجة قدامكم يعني ما سرعتش في الفيديو او اديت له وقت اصغر من كده علشان بس تكونوا شايفين كل حاجة وعارفين هو يعني مراحله او او ازاي او هو ظروفه ايه علشان تكونوا يعني عارفين او ما تقلقوش ان هو ممكن يفك منكم او يجراله اي حاجة، هيبقى تمام ان شاء الله وزي الفل. وهيكون ما ياخد طبعا التسوية بتاعته هيديكي الشكل ده وهيكون جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده خلصت بقى وربطت كده وخلصت كل حاجة. هبدأ بقى ان أنا اجيب ورق زبدة وابدأ ان انا احط فيه الرول بتاعي اللي انا عملته. طبعا تقدروا تحطوه في ورق فويل لو انتوا حابين، عادي يعني دي كلها حرية شخصية، ولكن انا ما كانش متوفر عندي، وطبعا الاحسن والافضل في كل حاجة هو ورق الزبدة يعني عن الورق الفويل. تمام. هبدأ بقى ان انا ايه احطه كده في ورق الزبدة بتاعي، وابدأ ان انا الفه واضغطه كده من الجنبين برضو، وابدأ ان انا احطه في صينية طبعا فيها مية وفيها ورق لورا حبهان، الحاجات المنكهات دي، لان طبعا المنكهات دي يعني مش انك بتحطيها مش هتوصل لها، لا هتوصل طبعا وهتاخد الطعم وكل حاجة. فلو حطيتي اي حاجة مهما كانت كده الطعم طبعا من البهارات هيوصل لها. زي ما كنا عاملين قبل كده أجنحة الفراخ الكدابة، أجنحة الفراخ اللي احنا كنا حاشينها او الممبار الكداب، كنا حاطين برضو البهارات في مية السلق طبعا وخدت منها وبكون طعمها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين اهوت في شوية مية ومستكة حبهان اسفة وورق لورا، وحطيت بقى كده ظبطت الدنيا. هبدأ بقى ان انا احطها. خدت في الفرن 40 دقيقة، من 40 دقيقة لساعة. ليه بقى الوقت ده كله؟ علشان طبعا الحاجة ملفوفة في كذا طبقة، واحنا في القنص الفراخ طبعا جوه بياخد تسوية والبصل وكل الكلام ده، فالحاجة تاخد حقها، لان طبعا ما ينفعش ولو 1% ان ما يكونش مستوية، يكون الموضوع يعني مش ألطف حاجة. فللأمان وللأفضل انك تسيبوها في الفرن ساعة كمان، ساعة كده وتاخد حقها قوي في التسوية وتبقى تمام وزي الفل. لو طبعا الفرن بتاعك درجة حرارته طبعا المية نشفت زي ما انتوا شايفين على الصينية كده، والمية ديت اللي نازلة دي نازلة الوقت كده من الرول بتاع الفراخ وانا بفكه، يعني ما كانتش موجودة، فنراعيها او نبص عليها على طول كل في الفرن كل ما نحس ان هي نشفت او كده نبدأ ان احنا نحط لها مية ون ايه ونظبط الدنيا علشان علشان ما تتحرقش او تلزق في الصينية بتاعتنا او تستوي افضل حاجة. عندك خيارين او اختيارين للتحمير بتاعها، يا تحمر يا تعملي لها خليط الدهان اللي احنا هنعمله ده وتحمريها على البوتاجاز، يا اما تعملي لها برضو نفس خليط الدهن ده وتحمريها في الفرن. ولكن اللي حسيته هيكون ليا اكتر وهيديني كده القرمشة او الطبقة اللي هتبقى من بره ده هو التحمير في الزيت يعني على البوتاجاز. ولكن المتوفر عندك برضه او اللي انت حباه لو انت حباها خفيفة يعني تكملي الوصفة وتكون خفيفة براحتك. يعني الوصفة بتاعتنا خفيفة جدا، مفيش فيها زيت ومفيش فيها دهون، الفراخ اتفرمت وشوية بهارات برضه القنص بتاع الفراخ اتفرمت مع شوية بهارات، ومفيش اي فيها دهون خالص يا جماعة. يعني الوصفة دي خالية من الدهون، زيرو دهون كده زي ما بنقول. فانا علشان هي مفيش فيها دهون كده، ولحمة الصدر زي ما احنا عارفين مش بتكون فيها دهون كافية، هبدأ ان انا بس اعمل لها خليط الدهان وهحطها
وهاحطها تتحمر على في شوية زيت كده على البوتاجاز، تمام. وده اللي أنا شايفاه أفضل من وجهة نظري في الوصفة ديّة، لإن ما فيش فيها دهون. ولو أنتِ حاسة إن مش هتكون ألطف حاجة، أو أنتِ عايزة تحمّريها في الفرن، يعني عايزة تقللي طبعًا من الزيوت وكده، طبعًا هتبقى حلوة وزي الفل. ولكن أنا باقول لِك اللي أنا عملته بالضبط. زي ما أنتم شايفين بقى كده إيه، هابدأ إن أنا أدهن من جميع الجهات واحاول إن هي كلّها تكون واخدة نفس اللون. طبعًا أنا حطيت شوية دبس رمان، اللي أنا بادهن بيه ده دبس رمان لو أنا ما قُلتلكوش يعني. مع شوية البهارات اللي كانوا فاضلين من نفس البهارات اللي أنا خلطتها، وحطيت عليهم شوية دبس رمان أو شوية عسل أسود، أو معلقة صلصة. يعني لو أنتِ ما فيش عندِك دبس رمان أو عسل أسود يبقى شوية صلصة، الموضوع هيكون زي الفل. زي ما أنتم شايفين بقى هاحطها على الصينية كده تاخد راحتها، وكنت عاملة جنبها يعني محشي، كان على بس ما عملتوش يعني معاكم لأن أنا عملته معاكم كتير، فحبيت أعمل لكم الوصفة دي كده جميلة جدًا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك، لأن اللايك طبعًا اللي بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة